معاكم هبة السبع. هنكمل سلسلة دروس تعلم الليسي. اتكلمنا في الحلقة اللي قبل كده وقلنا ان احنا محتاجين رسمة بنجيبها من محل الخردوات، والرسمة دي لازم عشان نحافظ عليها نجيب مشمع ونجيب تحتيها جرايد عشان نقدر نستغلها مرة تاني، ما نشتريش واحدة جديدة. واتكلمنا قلنا عملية التثبيت دي مهمة جدا، ان احنا بنمسك ايطان الايطان بتاع الليسي وبنمشي واحدة واحدة بالخيط الاسود اللي انتوا شايفينه دوت، وبعدين بيتشال. كل ده بيتشال احنا بعد ما بنثبته، ودي الخطوة التانية اللي المفروض احنا هنعملها. خلصنا المفرش بتاعنا. طيب ايه اللي احنا هنعمله بعد كده؟ زي ما انتوا شايفين هنا عندنا الايطان بتاع الليسي منفصل الخطوه، وعندنا هنا متشبك. انا مشبكه لكم واحده عشان اقول لكم الفرق بين دي ودي. هنا متشبكه، هنا منفصله. فالخطوه الثانيه اللي احنا المفروض نعملها ان احنا بنشبك او بنثبت الايطان في بعضيها. طب بنثبتها ازاي؟ اول حاجه زي ما اتعلمنا او زي ما قلت لكم ان احنا لازم نجيب لون الخيط قريب من لون الايطان، ان في الوان ايطان مختلفه للليسيه، بتبقى مثلا في منها الموف، البامبا، الاصفر، الذهبي، الفضي، في اشكال من خيوط الليسيه كتير. فلازم وانتي بتقفلي شغلك عشان يبقى نظيف تستخدمي الخيط مقارب للون الليسيه. طب هنشتغله ازاي؟ بنجيب الابره بالخيط، بندخل احنا مثلا هنبتدي بانه جزء الاول، مثلا الجزء ده بنبتدي بندخل الابره، بس بنحاول يعني ندخلها شويه كده علشان ما تفلتش مننا. بنثبت الاول الخيط اهو كده كده. احنا عملنا بس ايه تثبيت الخيط ده كده اهو، شايفين جامد بقى، جامد معانا. طيب بنعمل ايه؟ بناخد الايطان الاول في التاني، الاول في التاني. شايفين عمليه سهله وبسيطه جدا اهي اهي، شايفين؟ اي حاجه متفككه، هي الرسمه بتوضح لك كل حاجه. اي حاجه متفككه بنشبكها ببعض. احنا هنعمل عمليه تثبيت الخيوط في بعض. ليه بقى؟ عشان احنا ما تنسوش ان احنا هنفك كل اللي موجود دوت، كل الخيط، فالمفرش يبقى متماسك في بعضه، ما يبقاش فيه فراغات او شغلك كله يطلع بايظ. فانت لازم تأكدي وتثبتي وشغلك يبقى نظيف. الجزء ده زي ما انتوا شايفين، انا مش هفضل بالمقص اقصقص كل جزء فيبقى فيه عندي قصاقيس كتير، لا، انا بدخل ما بين الابره للايطان. طبعا احنا شغلنا كله بيبقى من فوق، يعني احنا ما بنجيش خلاص تحت المشمع. الخطوه الاولى بس هو اللي احنا بنعمله. شايفين كده؟ انا بدخل بالابره، انا بشتغل اهو. ليه انا بطلع لفوق؟ ان في فوق هنا هو جزء عايز يتشبك. انا بدل ما قلت بدل ما اقطع، لا، بطلع فوق وبثبت الجزء ده. شمع باجي من هنا اول ايطان بشبك فيه الابره في تاني ايطان، شايفين كده اهو، واثبتها ببعض او اشبكها ببعض. واحاول شغلي يبقى على الطرف، ان احنا بس هي المقصود يعني تشبيكه بسيطه، ان انا ما بهدلش الايطان معايا، انا بس بثبته زي ما انتوا شايفين. طيب احنا كده اهو بثبت اخر جزء، يعني بدوس عليه مرتين تاني. احنا خلصنا دي، مش هنقطع الخيط، لا، احنا هنيجي كده شايفين؟
بنيجي بقى للجزء ده برضو اهو زي ما انتوا شايفين في فراغ، والرسمة اساسا بتبقى ملزوقين برضو ببعض، بتوضح لنا ان احنا الجزء ده المفروض بنشبكه ببعض. هاجي هنا لحد الرسمة ما هي مبينالي من هنا جوه الخيط، باخد الجزء الاولاني او الايطان الاولاني في الايطان التاني